السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم في قناه كازا 36 تي في. معكم عبد الرحيم انساف من بوسطن. كنحييكم كنشكركم جميعا كل بالاسم ديالو. اليوم هذه الحلقه اللي غتكون اليوم حلقه مميزه، غير ما تمشيو فين حاولوا تكملوها حتى الاخر. غادي نكون واحد الدردشه، واش غنقول لكم، غادي نضحكوا شويه دائما 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 كندافعوا على الوطن ديالنا والشعار ديالنا اللي ما كيحملوش شي وحدين. جاو في واحد الدوله فين جات هذيك الدوله فين جات؟ بعض العناصر الداخليه ولكن جايه من هوك هاك. اوكي، هذيك الدوله اللي جات من هكا. دائما الشعار ديالنا اللي كيضرهم في راسهم دائما هو الله، الوطن، الملك. يلا بداو تغوتوا، بداو لهذا ان شاء الله كنتمنى منكم تبارطاجيو هذا الفيديو هذا. نضحكوا حنا مقشبين، حنا ضاحكين مقصرين وصافي. بارطاجيو، ديروا لايك وتابوناو معنا في هذه القناه اللي كنشكركم بزاف 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 بزاف. هانتوما لبسه افريقيا اللي عندنا، حنا كننتميو لافريقيا، وشي ناس من جاو من هذيك الدوله ديال هوك ما كرهوش يحيدونا من افريقيا. وحنا في هذه القنوات ديالنا حنا راه غير كندافعوا. ما يجينيش شي واحد راسو مربع يبدا يقول لي الفتنه، سمعتي؟ ما يجيش شي واحد يقول لي الفتنه. حنا كنجاوبوا على دوك اللي كيعاونوا كيسبونا، اوكي؟ واش بغيت شنو ما نجاوبوهمش؟ وهما راه عرفتي شنو هو؟ كون صابوا يحيدونا من هذيك افريقيا، يحيدوا الدوله ديالنا، يحيدوا المغرب من اي بلاصه. ولكن الحمد لله المهم قبل ما نبدا كان باسم قناه كازا 36 تي في كنتمناو ان شاء الله الله يفك سراحو، الله يصبر الوالده ديالو الوليد ديالو ان شاء الله في هذه المحنه هذه. وكذلك المعجبين به، هو السعد المجرد مغربي، كنتمناو ليه ان شاء الله على ما اظن سمعت بان راه السنه في الحكم ديالو، كنتمناو ان شاء الله يكون عنده شي مخرج في اقرب وقت ان شاء الله. كما كان راه كيبقى خونا وولد بلادنا، وكان الحبس راه ما كتبغيش العدوك. واخا كنهضروا راه حنا انسانيه، راه ما كتبغيش شي حاجه العدوك، ولكن اش غنقول لك، الله ينصرو ان شاء الله. الحقيقه تخرج قريبا ان شاء الله. الله يفك سراحو سعد خويا، الله يفك سراحك اخويا. هادشي اللي نقدروا نقولوا. واحد الوثيقه خرجت مؤخرا، هي دعوه خرجت من عند اتحاد الكروي الافريقي، هي استدعاء الانفيتاسيون ديال الملك ديالنا الله يحفظه باش يتسلم الجائزه ديال الجائزه اللي كيستاهلها، لانه المغرب على الراس ديالو ملكنا محمد السادس الله ينصرو الله يشافيه، نهض بالكره الافريقيه، الكره المغربيه اولا والكره الافريقيه. وهذا الشيء اللي كنقولوه ما ننساوش، لان الكره ملي نهضوا بالكره الافريقيه مثلا كيعاون بزاف ديال الاتحادات. غير مؤخرا راه كان اتفاقات تقريبا شي من ضمن 54 دوله افريقيه، ماشي 55 كما كيروجوا لهذوك الناس اللي هكا 54 دوله. 50 دوله دار اتفاقيات رياضيه مع المغرب، مع الجامعه المغربيه. وهذا كيدل على الثقل والوزن ديال الجامعه الملكيه لكره القدم، وعلى الاولويات اللي خداها هذا الميدان هذا ديال كره القدم. وهذا الشيء كيتجلى في المنافسات القاريه والعالميه. ما نساوش ان الفريق الوطني المغربي اللي محتل الرتبه 11 عالميا، وكذلك صعد حتى نصف النهائي في كاس العالم، اللي شي وحدين من هاد الدوله اللي من هوك غيحلموا باش يوصلوا ليه. ولكن الفريق ما دار لينا والو، ولكن هذوك الكابرانات ديالهم اللي كون صابوا ما عرفتش غيديروا لينا، يحيدونا يبحيونا. ولكن الحمد لله هاد الهديه اللي غادي تعطى صاحب ديالها غتكون في رواندا نهار 14 مارس، وعلى ما اظن من خلالها غادي يعلنوا شكون اللي غيمثل الدوله اللي غادي تستضيف كاس افريقيا. الحمد لله المغرب عنده الملاعب جاهزه، البنيه التحتيه عنده كل شيء. وما تنساوش المغرب راه ماشي كيدير غير هذه البنيه، راه كيتهلا في الفروق الوطنيه.
عندهم ملاعب، عندهم كل شيء اللي بغاوه، وكيحتضنوا اللعابه، كيحتضنوا بزاف ديال الفروق. هما شي ناس اللي هكا اللي تابعينا من هكا راه تبعوا المغرب ونساو الفروق ديالهم، ما عندهم حتى فاش يترينيو. ملعب 14 عام هما كيصايبوا ليهم هذوك شناوا 14 عام هما كيصايبوا ليهم. في الاخر ملي عطاو ليهم جابوا واحد مانداليطا، واحد المانديلا، واحد النصاب ما صابو يجيب هذا النصاب ولا داخل معاه حتى في وزاره الصحه، وبدا يعاير ويسب، وفي الاخر هما سدوا التيران 5 دابا كيلعبوا كاع الماتشات في تيران واحد سميتو 5 جويه. وهذاك التيران اللي جابوا جديد ديال قال لك مانديلا سادينو العشب ديالو 14 عام ما كيصايبوا فيه. بنو بطوطه ما شاء الله، ملعب بنو بطوطه في طنجه، هو قريبا 25 مارس غيلعبوا مقابله عالميه. ما سمعتونيش واقيلا؟ نقول لكم مزيان باش تسمعوني. غيلعبوا واحد المقابله، هذيك المقابله غتكون عالميه ما بين المغرب، سمعتيني؟ ما بين المغرب، واقيلا ما سمعتينيش واقيلا، ما بين المغرب والبرازيل. المغرب والبرازيل غيلعبوا. سمعتوني دابا الكراغيله؟ يلا تلاواي، المغرب والبرازيل غادي يلعبوا. شنو المغرب والبرازيل؟ ما شاء الله. وحنا ولينا النيفو طلعناه، حنا ولينا كنلعبوا مع الفراقي الكبار، كنجيبوش فراقي صغار. حنا ما كنحقروش الفراقي صغار، حتى هما عندهم فروق ما شاء الله، ولكن حنا النيفو طلع شويه. يلا مرحبا، يلا نتمنوا الملك ديالنا الصحه، الله يحفظه لينا، الله يطول في عمره والله يشافيه. ودائما دائما دائما قناه كازا السودانيين تي في غتجيب لكم الجديد. يلا ما تمشيو فين، غادي نمشيو لشي بلاصه اخرى ثاني، وغادي يكعوا علينا هذوك، غيبداو يتعاودوا يبداو يسبوا ثاني. ما تقلقوا، ما تسبوا، ما والو، حنا غير هاضرين، الله يرضي عليكم. وهذيك الدوله هذيك اللي باغا ديما كتعاير فينا، جيبوا الاستقلال ديالكم. انا كنقولها شي واحد يتحداني ويجيب شي وثيقه الاستقلال ديال الجزائر، راه لحد الان ما عندكمش استقلال. هذه اللي كتشوفوا في هذه الورقه اللي تشوفها، راه دار لكم بحال هذيك، دار لكم واحد الانتخاب، دار لكم واحد ريفيروندوم، عطاكم واحد الوثيقه، قال لكم هاكو واش تسينيو بين ما هاي كاين، هاي كتشوفها كل شيء. هاي لا ولا نعم، وصوتوا بنعم. بين فرنسا لحد الان، فرنسا راه كتستعمركم، راكم ولايه فرنسيه وما نكذبوش عليكم، سمعتوا ولا لا؟ وباش غادي نعاود ثاني نقول لكم، يجي شي واحد مربع وبدا يقول لي ثاني حق الفتنه والمي الفتنه، اجي تسمع. اكبر امين عام لانتقاد المخزن وبكلمات قويه وجب التحيه الوطني. وانا سمعتوا نتكلم عن المظاهرات، كيحاول يبين العكس. منذ شهر ونصف الحزب السياسي الوحيد اللي دعا الشعب المغربي للانتفاضه هو الامين العام لجبهه التحرير الوطني. سمعتي ولا لا؟ سمعتي؟ لو واقيلا ما سمعتيش ارا نعاودوها. اكبر امين عام لانتقاد المخزن وبكلمات قويه وجب التحرير الوطني. وانا نتكلم عن المظاهرات، كيحاول يبين العكس. منذ شهر ونصف اسمع مزيان، اسمع الحزب السياسي الوحيد اللي دعا الشعب المغربي للانتفاضه هو الامين العام لجبهه التحرير الوطني. سمعتوه؟ يلا ما يجيش عندي شي قزمي يبدا يقول لي حقا كدير مشاكل ما كديرش المشاكل. يلا حزب التجمع الوطني وهذا راه كان تاسس وكان كيدير النضال ديالو من المغرب، ولا اول اذاعه ديال الجزائر تصيبت في المغرب، وكانوا كيعاونوا المقاومين وعاونوهم بالسلاح وبالفلوس، ودابا كينكروا. يلا سمعتوا دابا؟ سمعتوه مزيان ولا لا؟ في بعض العناصر الداخليه ولكن جايه من هكا. ايوا دابا الله يرحم لكم الوالدين، ما نبغيش شي واحد يجي عندي يبدا يقول لي الفتنه. اجي دابا نطلعوهم للمقله يتقلاو شويه. واش عرفتوا بالما اكبر كذاب هو هذا الرئيس ديالهم، خيب كتف السميه، باش نقولوا خيب السميه. الله يرحم لكم الوالدين، ما يجي عندي حتى شي واحد يقول لي سمعوا اكبر كذاب. استقلال الولايات المتحده هذه بغض النظر على مختلف اتفاقيات نتاع المرور
في البحر الابيض المتوسط، تشوف روح الميزي تاع المجاهد، تشوف الكوابيس اللي عطاهم الاخر جورج واشنطن للاميرات القادر. علاقات قديمه. الثانيه اللي عطانا هنا بالاستقلال الولايات المتحده. جورج واشنطن عطى الكوابيس العرض ناظر. جورج واشنطن على كراماتك بالماء يتزاد على الناظر. هو قلت البيض راه كيضحك عليه. تشوف الميزي تاع المجاهد، تشوف الكوابيس اللي عطاهم الاخر جورج واشنطن للاميرات. والله ينعشوه بالله وكذاب يا اخو. ومؤخرا ثاني طلع هذا الرئيس ديال ديك الدوله وبدا كيسطح فيهم يا خويا. قال لهم المهد ديال الحضارات وديال المقاومه كان فين؟ كان قال لك في الجزائر. ومشينا عند شي برلمانيين وعطيناهم قلنا لهم هانتوما سمعوا هذا الشيء اللي قال عليكم هذا واش بصح ولا لا؟ جمهوريين الثورة البرتغالية طلعت هنا، ماريو سواريز كان هنا، ماريو سواريز كان هنا، الثورة اليونانية كانت هنا، الثورة الإسبانية كانت هنا. إذا الدولة عندها نفوذ في البحر الأبيض المتوسط في الدول الأوروبية مش من اليوم. والله العظيم واش دابا الله يرحم لكم الوالدين. شي هذا الفيديو هذا اللي هضر فيه هوايا هذا الرئيس ديال ديك الدوله ديال هوكستان راه حيدوه محاو. علاش؟ لانه ليس رئيسا. كون كان رئيس كره هذا الكلام ديالو غيبقى. تصور مشاو محاو لان السيد ما عرف كان داير البيضه ولا ما عرفتش كان داير القرعه والكاس كما كيقول هو، كان مبربق مزيان ومشى دارها مشى ودائما كيخرج بالكذوب. قال لك الثوره اليونانيه وماريوس بزاف والتوما راه غير فرنسا خرجت لكم في 1962 وعطاتكم مرسوم. راه ما عندكمش وثيقه استقلال. انا كنعاودها كنتحدى اي جزائري يعطينا يوجد لنا وثيقه استقلال ديال الجزائر كا ولا ماشي كا. الله يرحم لكم الوالدين. سمعوا احيانا يقولوا رئيس الجمهوريه هذا خضره فوق عشاء، واحيانا يقول العدو الغربي لنا دوله الكبرانات، واحيانا يقولوا الرئيس هذا يسيروا فيه الكبرانات. اقول لي مختلف الابواق اللي تبعتوها وصنعوا في المخابر نتاعهم هذه العباره اللي هي دوله الكبرانات وتبون. دابا ما عجبتكش الكبرانات؟ اجي نوريك شي حاجه اخرى. شنو هو دابا هذا؟ انا نعطيوك بلاد ديال العساسه. هذا مشى لفرنسا، مشى عند ماما فرنسا وعطاوه كاسكيت ديال العساس. وهذا دابا ما نعطيكمش، ما نقول لكمش دوره الكابرا، نقول لكم دوره العساسه. هذا عساس ولا عساس ديال فرنسا في الجزائر. سمعتيها ولا لا؟ وهذاك حاولوا تبدلوا داك النشيد الوطني ديالكم. يا فرنسا جاء وقت العتاب. هو مشى عندهم وفرنسا قالت لكم ما عندكمش دوله وراه ما كيذبوش، وكتقول لكم راه ما كانش الجزائر، راه هما اللي صيبوها وكانوا العثمانيين وشحال بقاو عندكم وشحال زاروا. ودابا قول لنا دابا اش من صفه غنعطيوكم؟ عساس صافي. يلا عساسه غادي ما نبقاوش نقولوا كابرانا، دوله ديال العساسه صافي. يلا حيد عليا. الله يرحم لكم الوالدين. حنايا ما يجيش عندي شي واحد يجي يقول لي حكا راه كتعير ولا ما كتعير. ما كنعيرش، حنا غير كندافعوا على الدوله ديالنا المغربيه. كانوا يقولوا رئيس الجمهوريه الوالدين. كانوا يقولوا رئيس الجمهوريه هذا خضره فوق عشاء، واحيانا يقول العدو. كل شيء. يلا احنا كنقول لكم العدو صافي. يلا بقاو معنا، ما تمشيو فين، بقاو معنا. يلا السلام عليكم خوتي. حنا هذا الفيديو راه غير جاوبنا على شي وحدين. الله يرحم لكم الوالدين. حنا راه مغاربه والله العظيم، وكنفتخروا بالمغرب ديالنا، كنفتخروا بالمغربيه ديالنا في المكنه، ودائما جنود مجنده تحت رايه المغرب ديالنا الله يحفظه. ودائما الشعار ديالنا الله الوطن الملك. يلا سمعتوا؟ يلا السلام عليكم اخوان الاخوات. اللي شاف هذا الفيديو بارطاجيه
كنضحكوا مازال شاد معنا فطرت في وقت الصباح بغيت نفطر وانا نشد معكم هذا الستون هذا. يلا تهلاو في راسكم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.